أنا اسمي حسن، شغال دهبجي بقالي أكتر من 20 سنة، وشفت أنواع كتير من الناس، الغني والفقير، الصادق والكذاب. بس اللي حصل معايا امبارح فضل معلق في دماغي ومش عارف أتصرف فيه لحد دلوقتي. كان عندي زبون قديم، راجل محترم في شكله وكلامه، دايما بيجي مع مراته وست بسيطة جدا هادية ومش بتطلب حاجة زيادة. امبارح دخلوا المحل ومراته كانت بتبص على بلاكيور دهب، حاجة شكلها حلو بس مش دهب حقيقي. بصيت له وقلت له ممكن أوريك حاجة أحسن، بس هو قطعني وقال لا لا، خليها تاخد ده، أنا مزنوق اليومين دول، ولما ربنا يفرجها أجيب لها دهب بجد. مراته صدقته وفرحت بالبلاكيور كأنه دهب فعلا، وخرجت من المحل وهي مبتسمة. وأنا بصراحة اتأثرت، حسيت إنها راضية بأي حاجة منه حتى لو بسيطة. الموضوع خلص، أو أنا كنت فاكر كده. في نفس اليوم بالليل قبل ما أقفل المحل لقيت نفس الراجل داخل تاني، بس المرة دي مش لوحده، كان مع بنت صغيرة، لبسها وطريقتها باين عليهم إنها مش مراته خالص. دخل بثقة وبصلي وقال وريني سلسلة تقيلة كده. طلعت له شوية حاجات واختار سلسلة دهب تقيل، تمنها حوالي 7000 جنيه، ومن غير ما يفاصل حتى دفع كاش وحطها في علبة شيك واداها لها، والبنت كانت طايرة من الفرحة. قبل ما يمشي بصلي كده وغمز بعينه وقال خلي الموضوع بينا يا معلم. وقتها أنا اتجمدت في مكاني، نفس الراجل اللي من شوية بيقول لمراته إنه مزنوق ومش قادر يجيب دهب جاي دلوقتي يدفع مبلغ كبير في واحدة تانية. فضلت واقف لوحدي في المحل وبفكر، أنا عارف بيته وعارف مراته وحتى أخوها أعرفه وناس طيبين جدا. الست دي صبر عليه وعيشت معاه سنين وبتفرح بحاجة بسيطة، وهو في المقابل بيصرف بالهبل على واحدة تانية. من امبارح وأنا مش مرتاح، أقولها الحقيقة؟ يمكن أنقذها من راجل زي ده، ولا أسكت وأقول ماليش دعوة، كل واحد حر في حياته؟ ولو أنا سكت أبقى كأني ساعدته على الغلط، ولو اتكلمت ممكن أخرب بيت كامل. بجد مش عارف، لو انتوا مكاني كنتوا هتعملوا ايه؟